علا، انتي صاحيه يا حبيبتي؟ ادخل. ايوه يا امي اتفضلي، انا لسه صاحيه. ايه يا حبيبتي بتعملي ايه؟ ابدا يا ماما، كنت بوضب بس شويه حاجات كده وهنام على طول. هتوحشيني قوي يا علا. يا حبيبتي يا ماما، وانتي اكتر والله. بس انا مش هسيبك بقى، كل شويه هاجي ازورك. هتيجي تزوريني فين يا علا؟ ده انت هتبقي في محافظه غير المحافظه دي يا علا، وبكره ان شاء الله ربنا يكرمك وتبقي حامل. خلاص يا امي انتي اللي تيجي تزوريني، ولا انتي ناويه تسيبيني وتتخلي عني ولا ايه؟ انا اسيبك؟ اسيبك ازاي يا علا؟ ده انا حاسه ان انا هيجرالي حاجه من كتر ما انا حزينه ان انتي مش ساكنه جنبي. هو ما كانش ينفع يا علا يدور على شقه هنا؟ لا يا امي كان ينفع، وكان هيشتري فعلا شقه هنا، بس هيسيبني انا هنا يا امي وهو هيسافر. يعني كده ولا كانه اتجوز؟ هو متجوز يا امي عشان اقعد معاه، ولا عشان يسيبني برضو عندك هنا في البيت؟ عندك حق يا بنتي، انا بس صعبان عليا انت يا علا، صعبان عليا ان انت هتبعدي عني يا حبيبتي. انا ما اقدرش ابعد عنك يا امي، والتليفونات والمواصلات ما خلتش حاجه. تقدري تجيني وانا اروح لك، وربنا يقرب البعيد يا امي، مش يمكن ربنا يكرمه ويتنقل الفرع هنا؟ يا رب يا بنتي. انت عارفه طبعا محمود وشغلانته كويسه جدا، ده هو مدير الشركه كلها يا امي، وبعدين جايب لي شقه حلوه قوي قوي هناك، وانت شفتيها بنفسك. يعني هو ما قصرش معايا في حاجه، كل ما بطلب منه اي حاجه بيجيبها لي، وعمره ما استخسر فيا حاجه، حق ربنا. ربنا يخليهولك يا بنتي ويبارك لك فيه ويهديهولك، ويرزقكم ان شاء الله بالذريه الصالحه. يا رب يا ام. ايوه كده، سمعيني الدعوات بتاعتك الجميله اللي تخلي الواحد لما يسمعها يبقى فرحان. ربنا يعلم يا بنتي انا بدعي لكم قد ايه. ربنا يخليكي لينا يا ام، تصبحي على خير يا علا، وحضرتك من اهله. انا عارفه يا ام ان انت زعلانه عشان هبعد عنك، بس هعمل ايه غصب عني والله. ايوه يا محمود. ايه يا علا، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي انا كويسه. والله انا قلت هدي رنه كده بسيطه، رديتي ما رديتيش تبقي نايمه بقى يا علا. لا يا محمود، دي ماما كانت لسه واقفه تتكلم معايا وخرجت وانا كنت هنام. ماشي يا حبيبتي. تتصور يا محمود ماما زعلانه قوي ان احنا هنتجوز في محافظه بعيده عنها. معلش يا علا، ما انت عارفه انا غصب عني والله، كان نفسي اسكنك جنب مامتك، بس انت عارفه شغلي يا علا، وبعدين مش معقوله هتجوز وانت تبقي في حته وانا في حته. والله يا محمود انا قلت لها نفس الكلام اللي انت بتقوله ده بالظبط، وهي بتدعي لنا، بس والله قلب الام بقى ما انت عارف. عارف يا علا، واي وقت هي عايزه تيجي عندنا فيه انا بعت لها عربيه مخصوص تجيبها لحد عندنا. ربنا يخليك يا محمود، انا عارفه ان انت انسان محترم وكلك ذوق. ايه اللي بتقوليه ده يا علا؟ مامتك هي مامتي بالظبط، وتيجي اي وقت على دماغي يا علا. ربنا يخليك ليا يا محمود. المهم عرفيني، ناقصك حاجه؟ لا خالص الحمد لله، جهزت الشنط وحطيت فيها كل حاجه. خلاص يا علا، انا هعدي عليكي بكره اخد الشنط دي اوديها الشقه هناك، لان الفرح خلاص فاضل له كام يوم، فيا دوب هدومك تتحط في الدولاب وكده ان شاء الله ما يبقاش ناقص اي حاجه. ان شاء الله يا محمود. ربنا يقدرني ويسعدك يا علا. ربنا يخليك ليا يا رب. مع السلامه يا حبيبي. ياه، ما كنتش متخيله ان انا اتجوز واحد طيب وحنين قوي كده. ربنا يخليك ليا يا محمود. حتى اهله لما اعترضوا على شويه حاجات في الجهاز، هو ما رضاش يسمع كلامهم، وجاب لي كل حاجه بتمناها وعايزاها. ربنا يبارك لي فيه يا رب. الف الف مبروك يا علا، ربنا يقدرني ويسعدك. ربنا يخليك ليا يا محمود. ايه رايك بقى في الشقه؟ انا عارفه ان هم كانوا حالفين عليك ان انت ما تخشيهاش غير وانت عروسه. جميله قوي يا محمود، واللي اجمل منها وجودك فيها. ربنا يقدرني ويسعدك يا علا، وعوضك عن ان انت سبتي اهلك وجيتي محافظه تانية معايا. ان شاء الله. وما تحطش اي حاجه في دماغك يا محمود، انا جايه معاك بارادتي، وفرحانه ان ربنا رزقني براجل زيك. ربنا يبارك لي فيك يا علا. تعالي بقى اما افرجك على بقيه الشقه. يلا بينا. مالك يا حاجه، متضايقه ليه دلوقتي؟ اسكت يا حاجه، انا مش طايقه نفسي. ليه بس، في ايه؟ متضايقه ان محمود ساكن بعيد عني. ما هو كان لازم يسكن جنب شغله، وبعدين ما هو طول عمره بيسافر، ايه الجديد يعني؟ هقول لك ايه الجديد. الجديد ان هي دلوقتي بقت معاه، هتعرف بيشتغل بكام ومعاه ايه. هو في دي عندك حق في كل كلمه، محمود بسم الله ما شاء الله عليه، مركزه حلو قوي يا حاج، ومقتدر ماديا، بعد كده مش هنعرف عنه اي حاجه. ما هو ده اللي قاهرني. انت عارف لو ساكنين جنبنا انا كل يوم كنت هبقى عندهم هناك، لكن هعمل ايه بقى دلوقتي؟ كل يوم هأجر عربيه واسافر بيها؟ انا ما اقدرش على المشوار ده. اهم حاجه ان احنا كل شويه نتصل بيه ونسال عليه، ونفكره برضه بالفلوس اللي كان بيبعتها لنا، لحسن يقطع عننا الفلوس دي وما يبعت لناش حاجه. هي كمان هتوصل لكده؟ لا ما اعتقدش، محمود طول عمره حنين، واكيد هيبعت لنا الفلوس اللي كان بيبعتها. ايوه صح. انا اللي قلقانه منه بقى يا حاج مش الفلوس بتاعتنا، انا اللي قلقانه منه الفلوس اللي بيبعتها لاخته منى، لحسن بقى مراته تقول له لا ما تبعتش لاختك حاجه، وتقول له احنا اولى بكل جنيه، وانت عارف منى بتبقى مستنيه كل شهر الفلوس اللي اخويا يبعتها لها. لا يا حاجه ما تقلقيش، اسمعي مني، وبعدين محمود لو فكر يعمل كده انا هتكلم معاه، وهعرفه هو قبل الجواز كان ايه وبعد الجواز ان هو اتغير. يلا ربنا يستر يا حاج. ان شاء الله خير. مش مصدقه نفسي يا محمود،
معقولة حامل وفي توأم كمان؟ انت متاكده يا علا؟ الدكتور اكد لك كده يعني؟ والله العظيم يا محمود، انا نفسي ما كنتش مصدقة لما قال لي فيكي سين، يعني معنى كده ان انا حامل في توأم. وهما ولد ولا بنت يا علا، ولا بنتين ولا ولدين؟ لا لا مش دلوقتي يا محمود، قال لي في الشهر الرابع ان شاء الله هيقول لي. ربنا يكمل لك على خير يا علا. يا رب يا محمود. ان شاء الله لو الدكتور ده كويس كملي معاه، لو عايزه تغيريه يا علا نسال عن احسن دكتور هنا واوديكي عنده. لا يا محمود، ده دكتور كويس قوي. اهم حاجه يا حبيبتي راحتك وتكوني انت مستريحه. خير ان شاء الله يا محمود، وربنا فوق كل شيء. ونعم بالله يا علا. وقلت لمامتك؟ لا لسه، هقول لها ان شاء الله. وانا كمان هتصل ببابا وماما واقول له، اكيد هيفرحوا قوي. طبعا يا حبيبي هيفرحوا، ربنا يخليك ليهم يا رب. ويخليكي ليا يا علا. مش قلت لك يا حاج؟ مش قلت لك انها ما بتهزرش، وباين كده من الاول انها داخله على طمع. انت لما محمود كلمك قلت له ايه؟ هقول له ايه طبعا، قلت له الف الف مبروك يا حبيبي، وكل ده كنت بفتكر انها حامل في عيل واحد، هتريها حامل في 2. دي حاجه غريبه والله، مع اني لا انت ولا امها جايبين توأم، ازاي هي بقى حملت في توأم؟ مش عارفه، بس خلي بالك انا مش مستريحه لها. هو عارفه ان هي داخله على طمع في ابننا، وهتشغله بقى بالعيال، وانت عارف محمود طول عمره طيب وبيحب الاطفال قوي. بكره تولد ونروح لها وساعتها كل حاجه هتبين. هو محمود عمل ايه؟ بعت الفلوس الشهر ده؟ ها ايوه، قال لي انا بعتهم لك يا بابا ومحولهم لي كمان، انا هروح عند اي حد دلوقتي استلمهم. ماشي، ربنا يهديك لنا يا محمود يا ابني، ومراتك دي ما تنسكش امك وابوك واختك. ان شاء الله يا حاجه ما تقلقيش، احنا كمان مش هنسمح لها بحاجه زي كده. ايوه عندك حق. هي علا، علا انت فين؟ ايوه يا محمود، بتنده عليا؟ هي علا مالك؟ ابدا تعبانه، انا حاسه اني قربت اولد يا محمود. لسه بدري يا حبيبتي، الدكتور قال لنا لسه شويه. انت مالك فرحان كده ليه؟ وش عيالنا حلوه قوي علينا يا علا. ليه يا محمود؟ ايه اللي حصل؟ انا محضر لك مفاجاه هتفرحي بيها قوي يا علا. طب قول يا محمود فرحني. لا ما انا هقولها لك لما تولدي. كنت جاي تقول لي بقى ليه دلوقتي؟ انت بتعذبني يا محمود، مش كفايه الالم اللي انا فيه؟ طب خلاص تعبتي عليا، انا هقول لك يا علا. هقول يا محمود. العموله اللي طلعت لي يا علا، اللي انا كنت مستنيها اللي قلت لك عليها، طلعت كبيره قوي يا علا، اكتر ما انا اتصورت. وكنت بصراحه من قبل ما اقبض العموله كنت متفق مع سمسار ان هو يدور لي على شقه جنب مامتك، واشتريت لك الشقه يا علا. انت بتتكلم بجد يا محمود؟ والله العظيم، بس شقه جميله قوي يا علا. ودفعت كمان في الفلوس اللي اتبقت معايا مقدم شاليه في اسكندريه عشان في الصيف نروح نصيف فيه يا علا، والاقساط بتاعته هسددها ان شاء الله. بس كده يا حبيبي هيبقى ضغط عليك جامد قوي، مصاريف هنا والمصاريف اللي بتبعتها لمامتك وباباك، وكمان قسط الشاليه ده. ما تقلقيش يا علا، انا موضب نفسي كويس. ربنا يبارك في رزقك يا محمود. علا، انا حاسس ان انت فرحانه، بس في نفس الوقت وشك مش باين عليه. ما انا مش قادره يا محمود، انا حاسه ان في الم شديد قوي، مش قادره استحمله بصراحه يا محمود، وحاسه ان ده الم ولاده. لا طالما كده تعالي يلا يا علا نروح للدكتور ولا المستشفى. يلا بينا يا محمود، لحسن انا بجد حاسه ان انا تعبانه قوي. طب يلا يا علا وانا هكلم الدكتور في العربيه. استرها يا رب، ربنا يطمني عليك يا علا يا رب. خلاص بقى يا علا، ما تزعليش يا حبيبتي. ما ازعلش ازاي يا محمود؟ دول ولادي، كان نفسي يبقوا جنبي دلوقتي. يا حبيبتي ما تقلقيش، دي حاجه وارده يا علا، وبعدين انت ولدتي قبل ميعادك يا بنتي. على فكره بقى يا علا، الدكتور طمني قوي عليهم، وقال لي ان هم مش هيقعدوا في الحضانه كتير، اسبوع بالكتير ان شاء الله وهيبقوا معانا. يا رب يا محمود، انا قلبي مش متوعني خالص. هو في ايه يا علا؟ عيال كتير قوي بيحصل لهم كده، جمدي قلبك كده شويه، احنا والدين قبل كده وعارفين كل اللي بيحصل، ده احنا قلنا لك وطمناكي، عايزه ايه بقى تاني؟ ما انت لازم تعذريها يا ست ام محمود، دي ام برضه، وقلب الام بيبقى هيتجنن على ولاده. ايوه يا امي الله يكون في عونها، هو ولادها وكان نفسهم يبقوا جنبيها. هو في ايه يا محمود؟ انت هتحرمنا اتكلم ولا ايه؟ لا يا امي انا ما قلتلكيش حاجه، بس بقول لك اعذريها يعني، الله يكون في عونها ولادها برضه، وبعدين ما انت امي ومجربه. خلاص يا محمود انا هسكت خالص، وخارجه كمان اقعد بره عشان اريحكم مني. يا بابا، يا بابا انا مش قصدي، اخرج لها لو سمحت يا بابا، قول لها محمود بيتكلم عادي. ماشي يا محمود ماشي. حقك عليا يا علا ما تزعليش. لا يا محمود انا ما اقدرش ازعل منك، ومش زعلانه منها والله، بس انا غصب عني يا محمود، هرجع البيت كده من غير ولادي، وهم يبقوا هناك لوحديهم، ويا ريت رضيوا ان انا اقعد معاهم، دول ما رضيوش خالص يا محمود. يا حبيبتي ما هو ما ينفعش، هما في الحضانه وانت هتبقي بره يا علا وانت تعبانه، انت برضو من حقك تستريحي، عشان ان شاء الله بعد ما يخرجوا من الحضانه بالسلامه يبقى فيكي صحه وعافيه تقفي لهم. ولا انا بتكلم غلط يا ماما؟ لا يا حبيبي عداك العيب، عمرك ما بتقول حاجه غلط يا محمود، ربنا يبارك فيك يا ابني وفي صحتك، ويطلع لك ولادك بألف سلامه. يا رب اللهم امين. تعبتك معايا يا محمود. اوعي تقولي كده يا علا، هو لو الراجل ما بقاش ظهر وسند لمراته مين هيكون لها الظهر والسند؟
ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ولا منك يا حبيبتي. ايه ده يا حبايبي قاعدين كده ليه؟ هي علا علا. ايه يا حبيبي انت جيت؟ اه جيتي، انت مقعداهم كده ليه؟ مشغله لهم الكرتون يا محمود، اهم يتسلوا في اي حاجه، ورايا جوه حاجات قد كده ما بتخلص. طب معلش بقى هتقل عليكي في حاجه. خير يا محمود؟ عايزاكي تحضري لي غيار بسرعه كده، واي لقمه كلها وانزل. غيار؟ ليه يا محمود في ايه؟ عندي سفريه مهمه قوي يا علا. سفريه؟ سفريه ايه يا محمود؟ انت اول مره تسافر؟ اول مره اسافر يا حبيبتي واحنا هنا متجوزين. انا اول ما بسافرش على طول، بس بسافر لما بيكون في حاجه مهمه قوي، وفي ورق مهم قوي يا علا لازم اخده واسافر بيه. طب وهتسافر لمده قد ايه يا محمود؟ لا ما تقلقيش، امال انا بقول لك ليه حضري لي غيار واحد. هو غيار واحد بس هاخده معايا في اي شنطه كده، هو بالكتير قوي يوم يومين. طيب حاضر، من عينيا الاتنين. بس حضري لي اكل الاول يا علا، لحسن انا من الصبح ما عرفتش اكل اي لقمه في الشغل من كتر الضغط اللي احنا فيه، واما صدقت قلت لهم ساعتين بالظبط هروح واجي لكم. حاضر يا حبيبي، من عينيا الاتنين. والله هتوحشوني اليومين دول. هو انت اكتر يا محمود، اول مره تسافر وتسيبني. معلش يا علا، ادعي لي بس يا علا. بدعي لك والله، ربنا معاك. هتوحشوني قوي. يا رب استرها يا رب. وما كلمنيش ليه لحد دلوقتي؟ معقوله كل ده في الطريق؟ لا استحاله، ده ماشي من بدري قوي، دلوقتي عدى على سفر يجي 10 ساعات. ازاي يعني كل ده ما وصلش؟ وبعدين ده انا وصيته وقلت له اول يا محمود ما توصل اتصل بيا. ايه اللي جرى بقى؟ مفيش فايده، انا هتصل. انا ما بتردش ليه يا محمود؟ اول مره ما تردش عليا كده، انا قلبي متاخد وحاسس ان في حاجه. الو. ايوه يا محمود، ما بتردش عليا ليه؟ ايوه يا مدام. ايه ده، مين معايا؟ انا زميل استاذ محمود. طب هو محمود سايب تليفونه ليه وما بيردش عليا ليه؟ بص احنا مش عايزين نتصل بيكي من بدري، بس للاسف استاذ محمود عمل حادثه كبيره قوي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ حادثه ايه؟ ومحمود فين دلوقتي؟ محمود في المستشفى. مستشفى ايه؟ ابعت لي العنوان دلوقتي. حاضر، انا هبعت لك العنوان في رساله. مع السلامه. هعمل ايه يا رب واتصرف ازاي؟ والولاد هسيبهم مع مين؟ انا لازم اكلم امي تيجي تقعد بيهم. ايوه يا امي الحقيني. مالك يا علا يا بنتي، فيكي ايه؟ الحقيني يا امي، انا مش عارفه اتصرف. محمود عمل حادثه. يا لهوي يا بنتي، عمل حادثه؟ وايه اللي جرى له يا علا؟ مش عارفه يا امي، واحد زميله في الشغل بيقول انه عمل حادثه كبيره قوي. انا قلقانه عليه قوي يا امي، بالله عليكي تعالي لي قوي. العيال هنا لوحديهم ومش عارفه اسيبهم لمين. بقول لك ايه يا علا، دخليهم عند جارتك اللي قدامك، انا هاجي جري يا بنتي، وسيبي برضه مفتاح الشقه معاها، ولا اقول لك حطيه تحت السجاده اللي قدام الباب، سيبي معاها العيال بس، واجري جري على جوزك يا علا. انا هشوف اي عربيه مخصوص تجيبني ليكي، ما تتاخريش عليهم يا امي. ما تخافيش يا علا، انا خلاص على الباب ونازله. مع السلامه. هي يا امي. ايه يا علا في ايه؟ كلمي بابا ومامته يا ماما، انا مش عارفه اكلمهم، مش عارفه اقول لهم ايه اصلا. حاضر يا علا هكلمهم، يلا انت الحقي جوزك. حاضر يا امي. يا رب يا رب، انا مش عارفه اتحرك، مش عارفه امشي، مش عارفه اروح، الصدمه كبيره عليا، خايفه اروح الاقي لا قدر الله جرى له حاجه. يا رب قويني من عندك، خليك معايا يا رب. الدكتور قال لك ايه يا عمي؟ قال لي ان محمود هيفضل في الغيبوبه كده لحد ما ربنا بقى ينجيه. يعني ايه؟ يعني ما فيش في ايديهم اي حاجه يعملوها؟ يعني محمود هيفضل في الغيبوبه كده العمر كله ولا ايه؟ انا قلت لك اللي هم قالوه لي، هعمل انا ايه يعني؟ ما تعملش حاجه، انا هروح اعرف كل حاجه من الدكتور. ايه يا بابا مالك بتكلمها كده ليه؟ اصلها فاتحه لي تحقيق، عايزه تروح تسال الدكتور ما تساله هي. الدكتور قال لك ايه يا حاج؟ طمني وعرفني. زي ما قلت يا حاج، الدكتور قال لي هيفضل في الغيبوبه دي. سالته قلت له طب هيصحى امتى؟ قال لي لا ملهاش وقت محدد. طب وبعدين؟ احنا قعدتنا هنا في المستشفى ملهاش لازمه. طب هنروح فين؟ بقول لك ايه، احنا نروح معاها البيت ونفضل قاعدين هناك عشان لو حصل في الامور نبقى قريبين. ايوه صح معاكي حق، خصوصا ان هم شويه هيخرجونا، دول قالوا لنا اقفوا 10 دقايق بالظبط وهتمشوا. خلاص يلا نستناها بره ونقول لها ان هم مشونا. طب ماشي يلا بينا. بقول لك ايه، انا الاوان بقى ان احنا نتكلم. يعني ننده لها دلوقتي؟ ايوه نده لها دلوقتي. هي علا علا. ايوه يا عم خير، محتاجين مني حاجه؟ ايوه محتاجين يا علا. قولي لي يا ماما حضرتك عايزه ايه؟ الا قولي لي يا علا، الشقه والشاليه اللي محمود كان جايبهم من فتره، احنا عايزين نعرف مكانهم فين بالظبط. ايه الشاليه والشقه؟ طب وليه يعني عايزين تعرفوا مكانهم؟ لا ومش هما بس، مش هما بس، امال في ايه تاني؟ الفلوس اللي في البنك، عايزين نعرف محمود عنده فلوس قد ايه في البنك بالظبط. ايه ده ثواني كده، هو انتوا قصدكم تعدوا الحاجات اللي عند محمود؟
انا بفتكركم بتسالوا على مكان الشقه ولا الشاليه عشان حاجه في دماغكم. انتوا بتسالوا على الحاجه اللي عند محمود. انتوا فاكرين ان محمود هيموت؟ والله الاعمار بيد الله، وكل واحد لازم يعرف حقه. حق مين وبتاع مين؟ انا ما اقبلش ان انت تفولي على جوزي تغور كل حاجه. محمود في وسطيه ووسط عياله بالدنيا وما فيها. ايه اللي انت جايه تقوله لي ده؟ انتوا عشان كده بقى قاعدين معايا. والله عيب، عيب اللي انتوا جايين تتكلموا فيه ده. ليه هو انت هتعرفينا العيب من اللي مش عيب، انت ولا بنتك؟ دي حاجه ابننا ومن حقنا نسال على كل حاجه. هو انتوا هتحرموا الحلال ولا ايه؟ حلال ايه وبتاع ايه؟ محمود تعبان في المستشفى، هقادر ربنا في ثانيه يخليه كويس ويرجع احسن من الاول كمان. واللي انتوا بتفكروا فيه ده مش هيحصل. انا عمري ما هقبل ان انا افول على محمود. ست الحنينه، مش هتقبلي تفولي على محمود ولا عايزه تكوشي على كل حاجه لوحدك؟ اولا انا مراته ومخلفه ولد، يعني حضرتك مالكيش حاجه. هو لو ليكي يبقى هديهولك بشرع ربنا، لكن اكتر من كده مالكيش. وباذن الله مفيش حد هياخد جنيه ولا يصرفه غير محمود، وبكره يقوم بالسلامه ويوقف اي حد عند حده. وبعد اذنكم لو سمحتوا تاخدوا بعضيكوا كده وتروحوا على بيتكم. عايزين تطمنوا على ابنكم روحوا اجروا مكان جنب المستشفى، لكن في بيتي مش هتقعدوا تاني ولا هتاكلوا لقمه من ايدينا تاني. بتتمني لجوز الموت اللي هو في الاول وفي الاخر ابنك؟ ياه، ده احنا بقينا في زمن ما يعلم به غير ربنا. ده انت المفروض تبقي حزينه عليه اكتر مني. لكن هقول ايه، فعلا الفلوس بتغير النفوس. كل هممكم انتوا الاتنين الفلوس واللي تقدروا تاخدوه من محمود، لكن يهمكم ان محمود يقوم بالسلامه لاولاده، وولاده اللي لسه صغيرين ما فرحش بيهم ولا فرحوا بيه. اكتر من كده مش هقول. اتفضلوا من غير مطرود. انت بتطردينا من بيت ابننا، احسبيها زي ما تحسبيها. لما محمود يقوم بالسلامه ساعتها يحلها الحلال. انا مش مصدقه يا ماما، ايه الطمع اللي هما فيه ده؟ كل اللي هممهم الفلوس؟ معلش يا بنتي، ما هي في نفوس مريضه، واللي زي دول نفوسهم مريضه بالمال. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب يا محمود تقوم بالسلامه، يا رب يخليك ليا ولعيالك. ادخل يا محمود. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتك يا محمود، نورت البيت. ربنا يخليك يا علا، تعبتك معايا قوي يا علا. اوعى تقول كده يا محمود، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ما تعرفش دخلتك عليا دلوقتي دي عامله فيا ايه. انا حاسه ان انا عشت من اول وجديد. الروح دبت فيا يا محمود. ربنا يبارك لي فيك يا علا. الا قولي لي يا علا، هي يا بابا وماما ما جوش ليه؟ مش عارفه يا محمود. مال وشك اتغير ليه يا علا؟ وفي حاجه حصلت ولا تعبان ولا ايه؟ ايوه يا محمود، في حاجه حصلت. ايه اللي حصل يا علا؟ عرفيني. مامتك وباباك لما انت عملت الحادثه جم قعدوا معايا هنا، ولقيتهم بعد كام يوم بيقولوا لي ان هم عايزين يعرفوا مكان الشقه ومكان الشاليه، وكمان معاك فلوس قد ايه في البنك. لما اعترضت على اللي هم قالوه وقلت لهم ان محمود يقوم لي بالسلامه عندي بالدنيا كلها، لو لا قدر الله جرى لك حاجه انا معايا ولد وهم هياخدوا نصيبهم بما يرضي الله. طبعا ما عجبهمش الكلام، وانا اضطريت ان انا امشيهم من هنا، وقلت لهم لو هتفولوا على جوز ابو عيالي يبقى اتكلوا على روحوا اجروا شقه، ولا روحوا اقعدوا في اي مكان ولا ارجعوا بيتكم. ده كل اللي حصل يا محمود، ومن ساعتها انا ما شفتهمش. يا علا، اهلي مستنيين موتي عشان خاطر الفلوس؟ فلوس ايه وبتاع ايه؟ كانوا بصوا لولادي، انا ربنا نجاني عشان خاطر ولادي. بالله عليك يا محمود ما تزعلش نفسك. الحمد لله ان انت قمت بألف سلامة، واللي عايزه ربنا هيكون، وكفايه ان كل واحد عرفنا ضميره. ايوه يا علا عندك حق. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله ان انت قمت لنا بالسلامة يا محمود. الحمد لله يا علا. ازيك يا ماما؟ ازيك يا بابا؟ الحمد لله على سلامتك يا محمود يا ابني. ولو انها متأخرة بس الله يسلمك. ما احنا لو حد قال لنا يا محمود كنا جينا. لا ما تتعبوش نفسكم، انا جاي بس اقول لكم كلمتين وماشي على طول. احنا عارفين الكلمتين يا محمود، اكيد مراتك قوتك علينا. سيبك من مراتي دلوقتي خالص، انا عايز اعرفكم ان لا قدر الله لو ربنا كتب لي ان انا اتوفى محدش هياخد اي حاجه، لاني هكتب كل حاجه باسم مراتي وولادي، وهخلي الوصايه لمراتي من بعدي. على فكره يا محمود، امك كان قصدها انها تحافظ على فلوسك وانت في غيبوبه. دي اخرتها يا محمود؟ دي اخرتها ان انا كنت عايزه احافظ على ملك؟ انت خايفه مراتك تبعتروا يمين وشمال؟ صح، انتوا معاكوا حق وانتوا كويسين وكل حاجه، وانا من اجل البر بس. ايه ده، الحمد لله على السلامه يا محمود. الله يسلمك يا منى. عامله ايه يا منى؟ الحمد لله يا حبيبي. فانا زي ما بقول لكم كده بقى، لاجل البر بس، وربنا ما يحاسبنيش، انا هسال عليكم كل فين وفين، ولو احتجتوا حاجه برضو كان موجود. اتفقنا؟ بعد اذنكم. استنى يا محمود، هما مش قصدهم. خلاص يا منى، كل واحد عرف طريقه، وكل واحد عرف اللي منه برضو،
وزي ما الناس الكبيرة بتقول الشدة هي اللي بتبين كل حاجة، بس أعتقد إن هما بيقولوا كده عن الناس الغريبة، لكن أم وأب دي جديدة خالص. قدرت تقويك علينا يا محمود. لا يا أمي، انتوا اللي زغرتوني قوي قدام أهل مراتي. ازايها دلوقتي وأنا قدام مراتي وعيلتها؟ أبويا وأمي كانوا بيتمنوا لي الموت عشان يورثوني. أنا عمري ما حشت عنكم حاجة، وعامة محدش بيموت ناقص عمر، وكل واحد ليه ميعاد. بعد إذنكم. منك يا علا، منك لله يا شيخ. انا عايزه اعرف اعمل ايه واتصرف ازاي دلوقتي. هما زعلانين، كانوا عايزين بس يعرفوا يحافظوا ازاي على فلوسه وولاده. دلوقتي هو تقريبا مقاطعهم، بيتصل بيهم كل فين وفين وبيجي في المناسبات بس. بصراحه احنا عايزين نعمل اي حاجه عشان نرجعه لاهله تاني. يا ريت تنصحوني اعمل ايه واتصرف ازاي. نفسي ارجع اخونا لينا تاني. معلش يعني بعد احترامي ليكي، انت عايزه حاجه تخليه يرجع معاكوا زي الاول؟ طب ازاي؟ انا عمري ما شفت اب وام بالطريقه دي. ابنكوا كان ما بين الحياه والموت، وانتوا رايحين تعملوا حصر للتركه وتسالوا عن املاكه ومكانهم. طبعا غلط، واكبر غلط اللي انتوا عملتوه ده. واكيد اللي عمله معاكوا ده هو الصح، لان هو دلوقتي حس ان انتوا عمركم ما هتكونوا سند لولاده. السؤال اللي مامتك وباباكي سالوه يا منى ما كانش وقته خالص، واظن ان هو يتصل بيهم كل فتره يسال عليهم، يعني يحمدوا ربنا على كده قوي. هو انت ما تعرفيش ان الطمع وحش؟ هما دخلوا ساعتها في علم ربنا عشان يعرفوا اذا كان هيعيش ولا لا. للاسف باباكي ومامتك ما كانش هاممهم ابنهم، نواياهم ما كانتش كويسه، عاوزين يحافظوا على الفلوس. لا وانت بتقولي كده بنفسك. طب بذمتك انت مصدقه اللي انت بتقوليه؟ دي النيه باينه قوي. بدل ما يقعدوا قدام اوضه ابنهم في العنايه لحد ما يفوق رايحين ياخدوا القرار مالي باللي هيورثوه، ده احتمال كمان كانوا مش عايزين يدوا مراته وعياله حاجه. قولي لابوكي وامك يا منى يروحوا يعتذروا ليه ولمراته ويطيبوا خاطرهم ويقولوا ان ما كانش قصدهم، حتى لو بالكذب، وحتى لو هم هيعملوا نفسهم مصدقين. اهلك مش كويسين يا منى، بدل ما يدوا مراته رايحين عشان ياخدوا منها. وزي ما قلت لك كويس قوي ان هو لحد دلوقتي بيتواصل معاهم. والله العظيم انا مستغربه، ده في ام واب بيتنازلوا عن المعاش اللي معيشهم لما ابنهم يموت عشان خاطر ولاده. دلوقتي بنشوف ام واب بيموتوا ابنهم بالحياه بسؤالهم عن املاكه. اقسم بالله بقينا في زمن ما يعلم به غير ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل. عامه انت سمعتي رايي، استني بقى واسمعي راي المتابعين، مع اني عارفه ان هيشاركوني رايي. للاسف اللي حصل ده عمره ما يتنسي ابدا. الكسره لما بتيجي من اقرب الناس بتبقى وحشه قوي. ربنا يهدي باباكي ومامتك. واول حاجه عايزين نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، علشان دي الحاجه الحلوه والحسنه اللي هتقعد لي وتقعد لكم ان شاء الله. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوه قوي اللي بتفرحني. وبالله عليكم ما ننساش اللايك والتعليق الجميل عشان دي الحاجه الوحيده اللي بترفع الفيديو. وبالله عليكم ما ننساش اللايك بالذات عشان دي الحاجه الوحيده اللي بتخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، عشان ان شاء الله القناه تكبر وتكبر بكم يا احلى عيله في الدنيا. وفي الاخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.